صينية البطاطس بالكفتة. قالوا لنا زمان ان اللقمة دفى وعفى، وده مش مجرد مثل، عشان وصفة النهاردة ما ينفعش تتاكل غير سخنة من الفرن على طول. وصفة سهلة وسريعة والولاد هيحبوها جدا. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بالكفتة. معايا هنا كيلو لحمة، عليه بصلاية كبيرة وأربع معالق من البقسماط والتوابل، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات اللحمة، وكمان بحب أضيف عليها بقدونس. وهبدأ أخلطهم كلهم مع بعض كويس جدا. هخلطهم كلهم كويس جدا، وبعد كده هشكلهم بالأشكال اللي تعجبني. أنا عملتهم بالشكل ده، كور بالشكل ده. طبعا هعمل الكمية كلها، وبعد ما اعملها هروح على الطاسة على النار مع زبدة او زيت، وهبدأ اشوح الكفتة بتاعتنا. هشوحها كلها تاخد لون حلو من على الجنبين، وبعد كده اطلعها. طبعا بشوحها على مرحلتين او 3 حسب الكمية اللي انا بستخدمها. زي ما انتوا شايفين بتاخد لون حلو. هنقلبها على الناحية التانية، وبعد ما تاخد لون حلو من على الجنبين هبدأ اطلعها واعمل الدفعة التانية. عايزة اقول لكم ان ريحتها خطيرة، هتعجبكم جدا. وفي نفس الحلة هزود شوية زيت كمان، وهبدأ أشوح البطاطس لحد ما تاخد لون حلو. وبعد كده هحطها في الصينية، وهضيف عليها شرايح الثوم وشرايح البصل، طبعا الكميات دي زي ما بتحبوا. وكمان هضيف عليها فلفل أخضر بيديها طعم حلو قوي، والريحة بتبقى خطيرة جدا. وكمان هضيف عليها طماطم متقطعة شرايح. وبعد ما اوزع الطماطم كلها، اخر حاجة هحطها هي الكفتة. ما تقلقوش انتوا، بس حطوا الكفتة جنب بعض كويس قوي لانها طبعا بتكش. وبعد كده هنعمل الصوص. هنا معلقة كبيرة من الصلصة، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات اللحمة، وهضيف مية سخنة. استخدمت حوالي كوبايتين من المية السخنة. وهناخد الصوص الحلو ده هنقلبه طبعا، وناخده ونبدأ نحطه على صينية الكفتة. عايزه اقول لكم ريحه الصينيه قبل ما تدخل الفرن خطيره. هنحط كل الصوص بتاعنا، وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180، الرف وسط، لحد ما تكمل سوا والكفته تاخد لون حلو. ولما تخرج نشوف النتيجه. جربوها ومتاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا. وقدمتها مع الرز بالشعريه.